بالصدفة وصلني واحد المقطع تاع فيديو هكذا شفته لمواطنة جزائرية اللي قسم لي قلبي. نعم قسم لي قلبي. أقسم بالله العلي العظيم، أقسم بالله العلي العظيم، أقسم بالله العلي العظيم 3 مرات. وأنا من عادتي ما نحلفش، لكن إذا كان حلفت وأقسمت بالله معناتها راني صادق صادق صادق. بكيت، سمعت الفيديو هذا بكيت. اسمعوا الفيديو هذا تبكوا معايا. سموني واش تحبوا، سموني حركيه، سموني اي حاجه، ولكن انا اذا نضت الحرب بين الجزائر والامارات انا اكيد مع الامارات. اني عشت كمقيمه في الامارات وعشت كمواطنه في الجزائر، وكان عندي الحقوق كمقيمه اكثر من واش كان عندي الحقوق كمواطنه في الجزائر. المشكل هما ما راح يضرهم والو، يعني الجزائر هي اللي راح تنضر باسكو هي اللي جابت روحها على كاع الدول، ما عندهاش علاقات مليحه مع حتى دوله تقريبا. بصح الامارات عندها علاقات دوليه ملاح مع كاع. يعني شكون الخاسر في لافير؟ شغل حنا اللي نتقاسوا اللي رانا ساكنين هنايا بهاد الهضره الزايده اللي راهم يهضروا فيها، والتلفزيون الجزائري ما التلفزيون الجزائري. بغيت نقول لدوله الجزائر اللي راهي تهضر على الامارات، واش راكم موفرين للمواطنين؟ واش راكم موفرين للمواطن؟ مناصب الشغل كاين ناس وما كاينش، رانا نجو هنا نتعذبوا ونخدموا 14 ساعه 15 باسكو مناصب الشغل غير متوفره والاجور ناقصه. والتعليم ما نهضروش، يعني كيفاش نهضروا على ناس عطاونا فرص وعطاونا، يعني واش الفايده؟ ما فهمتش اين هي الفايده من هذا الفعل هذا. وهذه المراه اللي راهي تهضر كشغل حابه نفهم كيفاش قنعوك باش تهضري هكذا، يعني كيفاش قنعوك؟ وشخصيا وبصفه عامه نعتذر للامارات، لا تؤاخذونا بما فعل السفهاء منا، باسكو عشنا في بلادكم وكلينا من خيركم، وخيركم لاحقنا من راسنا لرجلينا. انا صراحه اعتذر على هذا التصرف هذا، وهذا الكلام مش ناتج علينا احنا ولا يمثلنا كشعب. والله العلي العظيم غير بكيت، لأنه بكيت لحالي أنا كجزائري، وبكيت لحال ملايين الجزائريين اللي راهم مهجرين، اللي راهم مشردين، اللي راهم مشتين، اللي راهم منبوذين. نعم منبوذين في دول العالم. أنه الصحافة البريطانية تنشر في الصفحات الأولى سراق جزائري، سراق جزائري. وفي فرنسا يعتبروا أنه أكثر المجرمين ونسبة أكثر من 40% من المبعدين الموجودين في مراكز الترحيل، أكثر من 40% جزائريين غير مرغوب فيهم، يطردوا فيهم في كل دول العالم. نسبة الحراقة اللي موتوا في البوطي وهم رايحين لإسبانيا حراقين بالمئات. نسبة